رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، لاعب اتحاد جدة اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، بعد إعلان الناخب الوطني وليد الركراكي عن اللائحة النهائية التي ستخوض نهائيات كأس العالم في قطر، والتي ضمت اسمه لأول مرة بعد غياب 3 سنوات عن حمل قميص المنتخب الوطني إلى جانب نخبة من أبرز اللاعبين المغاربة المحترفين في الدوريات الأوروبية وفي البطولة الوطنية. حيث فاجأ لقجع اللاعب باتصال مباشر بعد الإعلان عن اللاعب، معبراً له عن قبوله للاعتذار الذي بدر عنه في إحدى البرامج السعودية مؤخراً، مؤكداً له أن أحسن طريقة لشكر المغاربة هو تقديم كل ما لديه في كأس العالم وتشريف كرة القدم المغربية، كما طلب منه وعداً صريحاً بتجنب إحداث المشاكل أو خلق فتنة داخل المنتخب، مؤكداً له أن هذه آخر فرصة له لتقديم الإضافة لبلده، خاتماً اتصاله بمتمنياته له بالتوفيق ولبقية أعضاء المنتخب الوطني المغربي.